السلام عليكم. كنت حابب النهارده ادردش معاكم شويه في جمله كتير بيتكلمها الفتره اللي فاتت. حته الاستحقاق، يقول لك انا ما استاهلش كده. لما تيجي تبص انت ما تستاهلش كده ليه؟ يقول لك انا اخلاقي كويسه، انا جدع، انا ابن ناس، انا بصلي، انا بصوم، مش باذي حد. فيجي في الاخر يقول الجمله ديت، يقول لك انا ما استاهلش كل ده. طب انت جبت منين الاستحقاق ده؟ هل مين فينا افضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ماتوا كل اولاده في حياته الا السيده فاطمه رضي الله عنها. مين فينا عياله كلهم ماتوا قدامه؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان بيفوت الهلال ثم الهلال ثم الهلال اكتر من 3 شهور لا يوقد في منزله او في داره نار. مين فينا ما بيطبخش كل يوم وما بياكلش كل يوم؟ السيده عائشه رضي الله عنها كانت بتقول على الطعام اللي كان بيبقى في البيت دايما الاسودان، التمر والماء. مين فينا بياكل كل يوم تمر وماء؟ وده سيد ولد ادم. مين فينا زي الانبياء اللي اتقتلت واللي اتقسم نصين زي سيدنا يحيى؟ مين فينا زي سيدنا بلال بن رباح اللي كان بيتجر وكان بيتحط الحجر على بطنه؟ مين فينا زي سيدنا عمار بن ياسر اللي ابوه وامه ماتوا قدام عينيه وهو ما قدرش يساعدهم باي حاجه؟ وحط على كده ابتلاءات كتير جدا. فاحنا جبنا منين الاستحقاق ان انا استاهل او ما استاهلش؟ يا جماعه هي مش بتتحسب بالطريقه دي. الدنيا ديت انت جاي دار اختبار. الفكره بالرضا، انت ارضى باللي ربنا بيديهولك. فان امر المؤمن كله خير، ان كان خيرا شكر ف و... وكان كويس ليه ان هو يشكر ربنا ويفرح بالخير. طب لو كان ابتلاء، صبره في الابتلاء خير ليه. الصبر نفسه في الابتلاء خير ليه. فانت ليه جبت الاستحقاق اللي انا ما استاهلش كده يا رب وما كان ربك ظلاما للعبيد. ربنا مش بيظلم حد، بس احنا اللي بنظلم نفسينا. احنا بندي لنفسينا استحقاق مش ملكنا اصلا. يعني انت لما تيجي تضرب مثل دايما خليك زي الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال دايما بص في العبادات وفي امور الاخره بص للي اعلى منك. ودايما في امور الدنيا سواء الماديه او السلطه او الشهوات او ايا كان بص للي اقل منك. يعني عايز تشوف مقدار المال اللي عندك او صحتك او عافيتك، بص للمستشفيات، بص للسجون. انت حر وصحتك كويسه وقادر تاكل وتشرب. عايز تبص في العبادات، ما تبص لواحد ما بيصليش، لا بص لواحد بيقيم الليل، بص لواحد حافظ القران كامل. لو عملت المعادله ديت والموازنه ديت في حياتك هتلاقي نفسك استفدت كتير جدا. واول استفاده اللي انت هتبطل تقول جمله انا ما استاهلش كل ده. سلام.